السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في مطبخ شهد. وحشتوني كتير جدا جدا جدا، بقالي فترة كبيرة غايبة عنكم. وبصراحة كنت مترددة يعني ان ادخل عالم اليوتيوب تاني، وعزمت عزم كبير جدا، ويعني بجد ما كنتش عايزة ادخل، بس القناة وقعت جدا جدا، وخسارة تعبت عليها وسهرت عليها، وبقالي فترة كبيرة جدا فيها فقلت خسارة تعبي. وده كان بسبب ايه؟ بسبب ان نفسيتي يعني تعبانة شوية او زهقانة شوية، وبحاول بقدر الامكان اني اتلاشى والله الزهق ده، وبحاول ان اطلع منه علشان بناتي، والحمد لله رب العالمين. ويمكن ده خير والحمد لله. وربنا سبحانه وتعالى قال: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهو ايه؟ ان انا بنتي كانت في ثانوية عامة السنة دي، وما جابتش التقدير اللي هي كانت حباه او كانت عايزاه. فالحمد لله، يمكن ده يعني خير، وربنا مش رايد لها الحاجة دي، وهي ما كانتش هتشوف حاجة خير في الحاجة دي. فربنا ان شاء الله ييسر امورها ويسهل لها حالها، وان شاء الله يكون كاتب لها الخير في حاجة احسن من كده. محدش عارف هو ايه اللي في الغيب. الفيديو النهاردة بتكلم فيه عن محتوى الفيديو ايه ومضمون الفيديو، واللي انتوا هتستفادوا منه في الفيديو. هو تخزين الملوخية من غير تلاجة ولا فريزر، يعني من غير فريزر، وبأسهل طريقة وبأبسط طريقة هتعملوها وهتخزنوها وهتشوفوها وشفتوها في اول الفيديو زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده. طريقتها ازاي او هنعملها ازاي؟ بصراحة انا ما كنتش مصورة التصوير ده ولا المقاطع دي علشان اعمل فيديو، وقسما بالله في البداية خالص انا كانت في واحده صاحبتي بتكلمني، وكان ده يعني المقاطع دي كانت معموله قبل النتيجه، قبل نتيجه الثانويه العامه بيومين. انا كنت في الارض هناك، وكنت في الغيط، وكنت نشره شويه قمح يعني عند الارض، ونشره الملوخيه اللي كانت على الحصيره دي. فصاحبتي دي كانت بتكلمني وبتقول لي انت بتعملي ايه؟ فصورت لها بس مقاطع فيديو من عند الارض والطبيعه وكده، فقالت لي ما شاء الله الطبيعه جميله. فمن هنا جمعتهم يعني ونزلتهم فيديو، وقلت خلاص يعني اوريكم انا عملت الملوخيه ازاي وبخزنها ازاي. يعني لو ما عندكيش فريزر او مش عايزه تخزني في الفريزر، عادي جدا تقدري تخزنيها بالشكل ده كده. طبعا الملوخيه انا مش زرعاها يعني، ولا عاملاها حوض لوحدها ولا حاجه. الملوخيه كتيره جدا جدا، بتكون في ارض القطن، وبتكون في ارض اللب اللي هو البطيخ اللي هو على الارض ده. طبعا ده كان لب صغير، وخدمنا الارض وما شاء الله لحد ما طلعت البطيخ اللي انتوا شايفينه ده. فبعد كده طلعت فيها، وطلع في قلب الخطوط كده ملوخية خضرة زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده كده. فالملوخية بنروح نجيبها، عايزة تطبخيها طبعا خضرة ماشي، عايزة تنشفيها بالشكل اللي انا هعمله ده كده او عملته ده كده ماشي، دي حاجة ترجع ليكي وحاجة براحتك. المهم، طيب انا ما عنديش ارض، اجيبها منين؟ بتكون متوفرة في الاسواق. الناس اللي في الارياف وفي الفلاحين زي بياخدوها وبيبيعوها في الاسواق. تمام، بنجيب الملوخية وبنقطفها، وكلنا عارفين تقطيف الملوخية، وبنغسلها غسيل كويس جدا جدا جدا، لان بيكون طبعا عليها تراب ومتطربة وما بتكونش طبعا نظيفة، فبنغسلها غسيل كويس جدا جدا. وبعد كده بنصفيها، وفي ناس بتربطها في شرب كبير وتحطها في الغسالة الاوتوماتيك بتلف عليها وبتنشفها، لكن انا بحطها في الصفاية الكبيرة وبتصفيها. وبصبح الصبح بقى انشرها على الحصيرة زي ما انتوا شفتوها كده في الشمس. طبعا علشان تنشف بفردها خالص وتكون براحتها، بتكون مصفية من المية تماما، علشان المية لما بتكون فيها كتيرة مش بتنشف بسرعة. طبعا الكمية بقى اللي انت حباها واللي انت عايزاها تقدري تعمليها زي ما انت عايزة. دي طبعا اسمها مقشات، في الفلاحين بنقول عليها مقشات، اللي هي الذرة العويجة اللي هي بتنزرع كده على الريش او على احرف الارض، وبتطلع مقشات عادية، مقشات بلدي فلاحي كده بنكنس بيها عادي جدا، وبتكون حلوة وجميلة، وكنسها بيكون حلو وجميل كده. هي خلاص استوت، عايز تنجمع بقى، وبعد ما بتنشف في ناس مخصوصة بتعملها وعارفة طريقة عملها.
طبعا مفيش ما شاء الله مفيش احلى من الطبيعه وجو الطبيعه. وده كان محصول اللب. بصراحه انا ما صورتهوش معاكم من البدايه ولا صورت شغلي فيه، علشان الموبايل كان مع شهد وكانت بتراجع عليه وكانت بتذاكر عليه، لان احنا كان معانا 3 عدد وفجاه عطلوا كلهم وما كانش فيه اي عده خالص غير العده دي. فطبعا اضطريت ان اسيبها لبنتي، وما معرفتش ان اصور فيديوهات ولا اعمل اي فيديوهات، غير ان كان عندي فيديوهين 3 على الموبايل لسه موجودين حاليا. بس انا ما كانش بقى يعني في وقت ان امنتج ولا اي حاجه، فسبتهم ولغايه الان هم موجودين معايا، ان شاء الله انزلهم. وطبعا بعد الملوخية بقى ما نشفت عملت فيها ايه زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا اللي هيحافظ بقى على الملوخية ويخليها خضرة معانا هقول لكم في نهاية الفيديو هي بتفضل خضرة ازاي وبتفضل حلوة ازاي. اللي على الريشة اليمين دي لوبيا خضرة، وطبعا في ناس بتقطفها كده او بتجمعها وتخزنها في الفريزر خضرة زي ما هي وتاكلها زي الفاصوليا الخضرة، لكن احنا بنسيبها لما تستوي ونجمعها. وعملت فيديو قديم باللوبيا يعني قبل كده على القناة، بنجمعها وبننشفها علشان احنا مش بناكلها خضرة. طبعا هقولك بقى على طريقة الملوخية وعملتها ازاي بعد ما نشفت تماما تماما وفي جو الشمس السخن، ما اروحش والجو مضلل او ندى الصبح او اخر اليوم المغرب، لا وكنت العصر يعني صليت العصر ومسكت الملوخيه اللي على الحصيره ديت. طبعا انا عملت من الكميه ديت، من الكميه اللي كانت على الحصيره 3 مرات، وجمعتهم في طبق كبير وفركتهم كويس جدا. زي ما بتكوني كده بتفركي ايه يعني شويه عيش كده. مسكتهم فركتهم وجبت الغربال السلك، وبعد كده غربلتهم بيه علشان الخشنه تطلع فوق والنعمه تنزل تحت، اللي هي في ايدي دي اللي هي في الطبق دي النعمه. لو انت حابه تطبخي على كده مفيش مشكله، حابه تعمليها بالمصفى السلك تاني قبل الطبيخ برضو مفيش مشكله. اللي هيخلي معاكي بقى الملوخيه لونها اخضر ولونها حلو زي ما تكوني انت جمعاها بالظبط هي ايه، انك ما تسيبيهاش في الندى وتبيتيها مكشوفه في الندى. لو انت نشرتي الملوخيه وسبتيها مكشوفه في الندى ليله واتنين بتسود، لان الندى هيسود الملوخيه ومش هتطلع معاكي خضره بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. دي كانت الملوخية الناشفة اللي انا عملتها. يعني طبعا ما جبتش خطواتها بصراحة لان ما كنتش ناوية اصور زي ما قلت لكم الفيديو ده، بس انا قلت اني اجمع المقاطع وانزلها لكم لو حد حابب ان هو يعمل ملوخية ناشفة. الملوخية متوفرة كتير جدا في الأيام ديت ورخيصة برضو مش غالية. يعني تقريبا كده الناس بتعملها ربط ربط كده، والله أنا ما ببيعها ولا بطلع بيها، ده هي يعني بنرميها كده على السكة علشان تنشف لأنها متوفرة كتير عندنا وفي الأرض زي ما شفتوها. وده كانت طريقة الملوخية. بتجيبيها تقطفيها تغسليها كويس جدا تسيبيها تتصفى طول الليل، وتصبحي الصبح تنشريها على ملاية على حصيرة. يعني ما شرطش حصيرة، لو عندك ملاية قديمة مش مستغنية عنها أو جديدة برضو عادي بتنغسل بعد الملوخية ما تتعمل، انشريها عليها وامسكيها لميها في الآخر بعد ما تنشف وافركيها وغربليها بالغربال وتكون معاكي بالشكل الحلو الجميل ده. هتحتفظي بيها بقى في برطمان او صفيحة سمنة تكون مغسولة كويس جدا ومصفية وناشفة، او البرطمان يكون ناشف كويس جدا برضو علشان ما تسوس وما يحصل لهاش اي حاجة. ودي طريقة الاحتفاظ بتاعها. انا طبعا هحتفظ بيها في البرطمان تغيب معاكي سنة واتنين على لونها وما تسوس وما يحصلهاش اي حاجة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بحاجة معايا، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جاية كتير. دعواتكم لبنتي تدخل كلية كويسة. اسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.